أهلا وسهلا بكم متابعينا في الدرس الخامس من تعلم اللغة التونسية في أقصر وقت. درسنا اليوم تصريف الأفعال في الزمن المستقبل. مثال: الفعل المشاهدة، الفيرب الفرجة. الفرجة المشاهدة. هنا الضمائر وهنا تصريف الفعل. نستعمل ملحق باش للتعريف عن زمن المستقبل. كل كلمة نستعمل قبلها باش، مثل كلمة will بالإنجليزية will go will travel. هنا باش نتفرج، باش تتفرج، باش نتفرجوا إلى آخره. إذن أنا باش نتفرج، أنتي باش تتفرج، نحنا باش نتفرجوا، هما باش يتفرجوا، هما باش يتفرجوا، نتوما باش تتفرجوا، هي باش تتفرج، هو باش يتفرج. الفعل الثاني الضحك، الضحك أو الضحك. أنا باش نضحك، أنتي باش تضحك، نحنا باش نضحكوا، هما باش يضحكوا، هما باش يضحكوا، نتوما باش تضحكوا، هي باش تضحك، هو باش يضحك. أنا باش نضحك، أنتي باش تضحك، هما باش يضحكوا، هما باش يضحكوا، نتوما باش تضحكوا، هي باش تضحك، هو باش يضحك. إذا في الزمن المستقبل نستعمل كلمة باش ثم الفعل، نضيف ان تي ان إجريك إجريك تي وإجريك. بالممارسة تستطيع أن تتعود على ذلك. بعض مؤشرات تصف الفعل في الزمن المستقبل: غدوة غدا، بعد غدوة بعد غد، العام الجاي السنة القادمة، بعد ساعة بعد ساعة، بعد شوية بعد قليل. استعمالات باش. تستعمل هذه الكلمة في حالات عديدة، أهمها للتعبير عن الغاية. مثال: مشيت للسوق باش نشري أنزاس. مشيت للسوق باش نشري أنزاس. ذهبت للسوق لكي أشتري الإرجاص. أنزاس الإرجاص. لكي باش تفيد هناك الغاية. ثم نستعمل الثاني للتعبير عن المستقبل. للتعبير عن المستقبل: غدوة باش نعمل مشوى مع أصحابي في الثانية. غدوة باش نعمل مشوى مع أصحابي في الثانية. غدا سأقوم بشواء مع أصدقائي في الحقل. نقول حفل شواء، مشوى. سأقوم نعمل، باش نعمل مشوى، باش نعمل دورة، باش نعمل خرجة بشواء، مشوى مع أصدقائي في الحقل الثانية. ملاحظة هامة: للتعبير عن المستقبل القريب نستعمل أش. أش مثلا: أش نتفرج في المسلسل بعد نخلد عليكم للبحر. أش نتفرج في المسلسل وبعد نخلط عليكم للبحر. سأشاهد المسلسل وفيما بعد سألحق بكم للبحر. مخلط سألحق. أشكركم على حسن متابعتكم وأتمنى أن استفدتم. إلى اللقاء والأربعاء القادم في درس جديد.